اللاعبين. عيونكم عيون اللاعبين. السلام عليكم. شلونكم؟ مساكم على القوة. انت ما تعرفوني. انا اعرفكم لانكم من نادي الكويت. وانا كنت لاعب في هذا النادي. دخلت النادي هذا كانت ما عندنا ثيل، عندنا رمل. نلعب على رمل زين. عمري 10 سنين. 13 سنة كملت مع الاشبال. 14 ناشئين، 15 لاعب درجة أولى. منتخب الكويت عمري 16 سنة. أصغر لاعب الكويت. أنا كابتن سعد. هذا ناديي اللي أنا أعتز فيه وافتخر فيه دائما. ولا أرضى إنه ينهزم في أي مباراة. لذلك عشان ما أبي ينهزم في أي مباراة، لازم أنا أكون جاهز للمباراة. جاهز لها بأدائي، فكري، راحتي، تماريني، تعاوني مع ربي، وأهم نقطة خلوها في بالكم، علاقتكم الخارجية مع بعض. طالما صداقتكم وعلاقتكم الخارجية مع بعض قوية، ثقوا إن داخل الملعب لا يمكن أي فريق يهزمكم، لأن أنتم متماسكين. ولما يقولون اتحاد قوة يعني فعلا لما يقولون قوة. وديروا بالكم هذه نقطة جدا مهمة، لأن ساعات يشوفون فرق أنتم تنهزم في المباراة، لكن لما يصمد ويلعب لآخر دقيقة يقلب النتيجة. يمكن شفت مباريات كثيرة إن فريق مغلوب 2 يرد يقلب 3، مغلوب 1 يرد يقلب 2-1 ولا 3. وهذه الفرق جبارة، وأنتم لازم من الحين تصيرون جبارين في الملعب. لما تدخلون ما تخافون من الفريق اللي أمامكم مهما يكون. شنو الفريق اللي بيه؟ لأن أنت عندك اللياقة، عندك القدرة، عندك القوة، عندك العلاقة القوية مع زملائك. فوق هذا ثقتك في المدرب اللي يمسكك. أي مدرب يمسكك لازم تثق فيه. ما لازم تقلل من قيمة مدربك في الملعب. هذه الأمور جدا مهمة للاعب المصري. واللي أهم من هذا دراستكم. دراستكم تعليمكم هذا جدا مهم. طالما اللاعب مثقف متعلم ويعرف يتعامل مع الحياة، ثقة وانتم راح تعرفون تتعاملون مع الكرة. هذا شيء غاية. أنا أتمنى لكل لاعبين نادي الكويت ناجحين في تعليمهم علشان يكونوا ناجحين في كرتهم في نادي الكويت. الأفضل يكون منكم هذه النقاط. وانتم راح تكبرون كويس بعد 5 سنين إذا الله يكون في عمر، أشوف لاعبين مميزين.